اكيد خدت بالك ان العربيات الصيني بقت بتنافس شركات زي بي ام دبليو وفراري، طبعا مش في الامكانيات لكن شكلها بقى اشيك واحلى. وبعد ما كنا بنتريق على العربيات الصيني بقينا منبهرين بيها وبامكانياتها. حتى شركه جيل الصينيه استحوذت على شركه فولفو. الدنيا اتشقلبت باين. من 20 سنه بس ما كانتش العربيات الصيني اصلا حد يعرفها. النهارده بقوا بينافسوا عمالقه الصناعه. معقوله الكلام ده؟ بس كل ده حصل امتى وازاي؟ خليني اقول لك. صناعه العربيات الصيني بدات في الخمسينيات، لكن في اوائل القرن ال21 الصين دورت على اجمد مصممين للعربيات في العالم، عشان مش بس يقلدوا التصاميم الجديده، لا، عشان كمان يبتكروا وينتجوا عربيات شكلها خرافي. فجابوا مثلا جايلز تايلور، وده اللي صمم عربيات زي الرولز رويس، زي عربيات كده جيمس بوند اللي بتيجي في الافلام. دلوقتي بقى الراجل ده شغال في شركه فاو الصينيه. وعندك كمان المصمم وولفانج ايجر، الراجل الاسطوري ده اللي ورا ماركات زي لامبورجيني واودي والفا روميرو، واللي شغال دلوقتي رئيس قسم التصميم في شركه بي واي دي الصينيه. كمان المصمم ستيفن سيلاف اللي بعد ما كان الرئيس في شركات زي بنتلي ومرسيدس واودي وفولكس فاجن دلوقتي شغال في شركه شانجان الصينيه. العربيات الصيني مش بس بقت عالميه بتصاميم اوروبيه، دي كمان بقت صعب جدا ما تلفتش انتباهك. ولو شفتها وانت سايق مش هتتفاجئ ابدا لما تعرف انها عربيه صيني. فلما ربنا يكرمك وتعرف تجيبها ابقى ادعيلي، وما تنساش تتابعني لكل جديد عن التكنولوجيا والاي اي. انا احمد طه، سلام.